اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى ومن على نهجه سار واقتفى. أما بعد، أما بالنسبة لمحظورات الإحرام فهي 9. أولاً إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر. ثانياً تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر. ثالثاً تعمد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها. أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس. كذلك من محظورات الإحرام لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه أو في بعضه. كذلك من محظورات الإحرام تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو المأكول أو المشروب. كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد الوحشي المأكول. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يخطب. كذلك من محظورات الإحرام الوطء الذي يوجب الغسل. كذلك من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ولو بتقبيل أو لمس أو كان بنظر شهوة. أما بالنسبة لفدية المحظورات فهذه لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. ثانيا أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه، فله فعل المحظور وعليه فديته. الأمر الثالث أن يفعل المحظور وهو معذور، إما جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو نائما فلا إثم عليه. أما الفدية فمحل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله أنه لا شيء عليه. أما مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو التالي: الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه، ولبس المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب. الفدية في كل واحد من هذه المحظورات إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. أما باقي هذه المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية. أما الوطء الذي يوجب الغسل فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك، وعليه بدنه يفرق لحمها للفقراء بمكة. أما ما يتعلق بجزاء الصيد فهذا له بحث آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.